بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، ما تنسى الشير. الناس بسيطة في اليوتيوب، لكن الناس ما تنسى الشير، وده طلب خاص عشان الرسالة تصل. الكلام اللي بنقوله في اليوتيوب ما بيتقال في التيك توك. و... وانت يعني كمتلقي، نحن دايرينه منك وشاكرين ومقدرين للناس الشباب المتابعين البسيطين ديل. يعني الناس تعمل شير ولايك وتعمل يعني تشير في الفيسبوك، يعني تنسخ الرابط في كل جروبات الواتساب، وتنسخ الرابط في الفيسبوك. الغرض انه الرساله تصل. طيب، في الفيديو ده لماذا الدعم السريع بعد ما سيطر واحتل على الجزيره فوق العام، يعني 6 شهور 7 شهور 8 شهور، في قرى ما دق فيها اي زول؟ هل انه انتقام بتاع الدعم السريع يعني كان بمعنى انه كيكل؟ طيب، اذا سالنا ناس الدعم السريع وسالنا الاحزاب السياسيه، سالنا زول المتلقي السوداني اذا انه الدعم السريع بيعذب الناس عشان انه كيكل طلع او كيكل يتمرد من الدعم السريع كما يحلو لهم مثلا، المواطن ذنبه شنو؟ ما هو ده النفاق. القوات المسلحه السودانيه دي لما يتمردد منها الدعم السريع، هل أن القوات المسلحة اتعاملت بأنه المكونات بتاعت الدعم السريع، رغم أنه في مكونات وقفت مع الدعم السريع إدارات أهلية، هل أنه الجيش دق الإدارات الأهلية دي عشان هي وقفت؟ هل أنه الجبهة الثورية أول القوات المشتركة مشت حجمت القرى والريف عشان أهلهم مشوا يتمردوا؟ لا، الجواب لا طبعا. طيب، لماذا الدعم السريع بيعمل الكلام ده؟ الدعم السريع عمل الكلام ده لأنه فقد السيطرة. الدعم السريع انشق، الدعم السريع بقى كتيلات، والقوة اللي هسه حاليا اللي بتبيد في الناس وفي القرى ما دعم سريع، قوة تابعة للتمازن وهو تابع للتدخل السريع. الدعم السريع كدعم سريع انتهى، وده الملف الآن اللي سلم للأمم المتحدة. كلامي ده اسمه كويس، وكلام ده قلته قبل كده، جلها ملف قاعد في مجلس الأمن أدير كده. ده ناس الدعم السريع تبرعوا منه، والكلام ده هيثبتوه المستشارين الجسل موديل. كلامي ده اسمه كويس. وقجة دير كلهم اعتبارهم فصائل جات خشت في الدعم السريع، هينكروها وهيثبت التهمه شنو عليهم هم ده نازل. قجة ده بقول له منو جلها وناس عثمان عبد الله ابو جولي وابو جنبه، الناس الفصائل اول كتائب، اول حاجات الفصائل الثانيه الجاد انضمت للحرب دي اللي اشتروها، الجاد بالقنايم ودفعوا لها القروش دي هتتورط في اليومين الجايات، لانه هسه حاليا ما عندهم حاجه عشان يعملوا اتفاقيه. العذاب اللي بتشوفوا ده فقط لانه كان شان يمرروا بند السابع. التدخل الاممي امبارح الحمد لله رب العالمين، ما النصر الا من عند الله، انتصرنا في مجلس الامن. قال لا يمكن تدخل في السودان في الوقت ده، الوقت غير مناسب. ليه الوقت غير مناسب؟ داير تعرف؟ لانه العالم بمر بمنعطف خطير جدا، منعطف روسيا اوكرانيا والاتحاد الاوروبي اوكرانيا امريكا اوكرانيا. ده واحد. العالم بيلم منعطف خطير جدا، فلسطين اسرائيل مثلث البرمودا طبعا هناك ايران، والمثلث ده ما وقف هنا، بقت امريكا اسرائيل ايران، بريطانيا فرنسا ايران، الهند وباكستان صامتات. اما الصين وتايوان عندهم مناقشات، معناته امريكا والصين. الامم المتحده متورطه، عشان كده الوضع صعب. نحن رسالتنا للجياشة
الناس تطمن وتحفظ جيشها، الناس تعمل شير ولايك وتتماسك، كلنا كشعب سوداني نطلع المرض ده مننا احنا كلنا. تحياتنا لاهلنا في الجزيره، تحياتنا للقوات المسلحه والقوات المشتركه، تحياتنا لجيش الكنابي، تحياتنا لكم يا فرد. ابقوا قوه، اي شغل بتاع طلايفات ما يحزكم، ما في قوم ما تكون فيهم شرفاء. فتحياتنا للشرفاء الكنابي، ابقوا كتار. ان شاء الله رسالتي تصلكم يا فرد، ابقوا كتار. انتوا عارفين انا بقول في شنو، ابقوا كتار وابقوا قوه يا فرد. تحياتنا لكم كتير.